السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاركوا معايا هذا الفيديو اللي كتلاحظوا معايا. غادي نوجد فيه واحد الدجاج بالتغميره بالطريقه ديالي وبالطريقه الفاسيه اللي كيجي واعر 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 بزاف. الا شموه الجيران يسعبوك بانك دايره الدجاج ديال العراس. نبدا معكم ان شاء الله هنا في واحد اما قصعه ولا طبسيل كبير باش تلقاو تحركوا فيه المقادير ديالكم والشرموله ديال الدجاج. وجدت هنا 2 معالق كبارين ديال الكركم، 2 معالق كبارين ديال السكينجبير، شويه د البزار، 3 ديال الضماط ديال الزعفران، قلة وبسيبيته مطحونين كنطحنهم بيديا، معلقه ديال الهريسه، معلقه كبيره د السمن، 3 جوج واحد 3 حتى 4 الفصوصه ديال الثومه، وجوج دلوب ديال الحامضات اللي حيدت ليهم القلب ديالهم والعظيمات ديالهم صافي، وقطعتهم بالموس حتى دقدقوا مزيان. هنا صافي خديت واحد شويه ديال الماء طيب كنخويه على السمن، لان السمن كيبغى الماء يكون سخون شويه باش يذوب ويدخل لينا في الجلد ديال الدجاج. كنخلط الشرموله ديالي، انا ما كنديرش القزبر ومعدنوس وما كنديرش القزبر يابس، هذا الطياب اللي تعلمنا عليه هنايا وحنا صغارين. الدجاج بالنسبه للدجاج انا خديته الصباح بكري، غسلته بالخل وغسلته بالملحه بالحامض وسكينجبير وخليته نقيته مزيان من الداخل، ما كيعجبني تبقى فيه حتى شي حاجه، يعني الوسط ديالو كنخليه بيد كيشعل. صافي كنخلي الليله كلها هو كيتسقطر. خديت الدجاجه هكا وكان نبدا نماريني فيها، وانا كندخل ليها العطريه كما كتلاحظوا شرموله فيها كلها، وكناخذ الصدر ديالها. الا كتلاحظوني دابا راه كنتقب ليها في الصدر ديالها، لاحظوا كنتقب الصدر وكندخل لي قامه والشرموله ما بين الجلده وما بين هكا الصدر مزيان 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 باش ما يجيش فيه نهائيا ريحه الزفوريه. زدت هنا شويه د الماء طيب باش حيت كتبدا كتنشف ديك السمن كيبدا كيكرم. نزيد عاوتاني وكنشرملهم كلهم مزيان، قلت لكم كندخل داخل وكان ما بين الجلده والهبره ديالها والفخيضات والداخل كنخليه كله مشرمل، وكنحك مزيان هذيك الشرموله. من بعد كناخذ ليه هذيك الجليده ديالتهم كنقادهم كنحزم ليه هكا الرجيلات ديالو بواحد الخويط الومونتير صافي، وغادي ناخدو نديرو في واحد البانيو وكندير اللي نغطيه وكنخليه انا يتشرمل ضروري، كنخليه على الاقل 4 سوايع، ولا كنديروه في العشيه والغدي عاد كنطيبو. هذه هي الطريقه باش كيجي مدغمر ديال العراس اللي شم وحده الجيران ديالك يقول هذا ماكله العراس، ما كاينش فيها الشك. لاحظوا هنايا بات الليل كله الدجاج في ديك الشرموله. في الليل عاود ملي كنوض تنقلبو باش ياخد الشرموله من الجهه كلها. بالنسبه لي انا ما عنديش طنجره كبيره لانني ماشي في المغرب، بجوج طنجرات غادي نطيب هاد الدجيجات ديالي. خديت جوجات درتهم في طنجره واحده اخرى وزدت عليهم شحفنه ديال البصله، وهذوك الجوجات خليتهم اللي بقاو في الطنجره الاولى اللي بايتين فيها، زدت عليهم تما شحفنات ديال البصله، وخليت البصله اللي غنطيب فيها لانني ما غاديرش نرميها دابا. هاد البصيله كندير هكا غير باش كتاخد المرق والدجاج كيجي بنين وكيجي رطب، يعني مازال البصله غادي نزيدها كندير حتى 3 كيلو 4 كيلو بالنسبه لجوج ديال 4 ديال الدجاجات. هنا خديت كاس عامر ما بين زيت بلديه وزيت روميه وقسمته على الدجاجات بزوجهم. لاحظوا هنا صافي هادشي اللي كاين. غادي نرد هكا نيه الدجاجات ديالي يطيبوا، وكنبقى هكا نيه ندير نقلب فيهم من الفوق حتى لتحت، وكندير الماء طيب. ما كنكثرش الماء طيب، انا تقريبا هنا ايطرو كنقسمو عليهم وهو سخون، ما كنخويش فوق الدجاجات، غير في القنت هكا الماء طيب وكنديرو في الجناب باش ما يبردش ليا الدجاجات والطياب يبقى غادي في نفس الريتم ديال الطياب ديالو. ايطرو كيف قلت لكم كنقسمو عليهم جوج، يعني كندير نص ايطرو نص ايطرو. هنايا غادي نبدا نعاود نزيد لي قمع. هنا درت قعقله والبسيبيسه، عاود زدتهم هاد القعقله والبسيبيسه انا جيبهم معايا من البلاد وقطعت طحنتهم عندي في الطحانه ديالتي، يعني عارفه اشنو كاين، ما كنشريش انا هذوك هما اللي كنجيبوا معايا. العطريه تقريبا كلها مخطه سكينجبير، وهذا الكركم هو اللي كنطحنهم قدامي. هنا صافي لاحظتوا الدجاج بدا كيطيب باقي شويه، ولكن كناخذ واحد القطيب وكنتقبو باش كتدخل فيه الطياب، وداك الماء ديالو اللي كيكون ديال الدجاج كيخرج منه وما كيبقاش الدم
في الدجاج داخل. لاحظوا كنتقبل في خيضات، كنتقبل الصدر، فين ما كاين هكا الهبره غليظه كنتقبل. لاحظوا معايا هنا صافي الدجاج طاب عندي، خديتهم وقلبتهم غير في الطنجره اكبر وحده ودرتهم على الصدر ديالهم، يعني العنق ديالهم، باش يكملوا الطياب ديالهم ويبقاو لي سخونات. صافي وهذيك الطنجره اللي كانت صغيره غادي ندير ليها هنايا الكبده، غادي نخوي عليها الماء طيب. انا راه غسلتها مزيان بالخل وعصرت فوقها الحامض وخليتها هكا نسلقها باش ما تجيش فيها ريحه الدم. هذيك البصله اللي كنت وجدت تقريبا درت واحد 2 كيلو، هنا غادي نديرها في الطنجره اللي ما فيهاش الدجاج، باقي ليا فيها الصوص باش يلا طيب على خاطرها البصله وتعلك وتجي مدغمره. لاحظوا راه باقي لا صوص، حيت البصله كتطلق حتى هي الماء ديالها، وباقي غادي ناخذ هذوك الطنيجرات حتى هما دوك الدجاج. هنا ملي غادي نحيدو راه غادي نخلط هذاك المرق ديالو، غادي نخلطو مع كلشي، غادي تولي في طنجره وحده. صافي هنا الدجاج طاب، راه كتلاحظوه ما كنخليش حتى يهرى ليا ويدكدك كله يولي كنهز فيه هو كيسفرتل، غير بواحد العود كندخل هكا نيا في الوسط ديال الدجاجه وكنهز الجهه اللي فيها الستر هي اللي كنهز بها باش كيتسقطر ما يبقاش فيها الماء ديالو. لاحظوا كيفاش كنهزها غير بشويه، كنسقطر الدجاج، كنلقي ليه هنايا بابي كويسون وبابي الومنيوم وكنخليه يبرد. صافي ها المرق ديالو ها هو كاين، غادي نزيدو على وحده في وحده صافي باش ياخذ كلشي. دابا راه كلشي غيبدا ياخذ نفس الذوق ونفس هذا. هنا راه ما درت حتى قطره الملح ملي بديت، راه موريتكم ما درت حتى قطره الملح لان كاينه الهريسه، كاين الحامض، كاين هذاك كلشي مالح، ما غاديش ندير حتى كنبغي نحط عاد كنذوق. هنايا الدجاجات ها هما هي درت هانتو بالزبده ودخلتهم تحمروا هكا زويتين. هذا ما كنطيبوش انايا، غير كنخبي عليه الماء طيب وكنخليه. المرق ديالي ولا التغميره ها هي وقفات كتجيها المنظر ديالها هو كيقول كيفاش دايره. الكبيدات طايبين، ما كتخليهمش يطيبوا بزاف، خصهم يطيبوا يبقاو رطبين. كنخلي كلشي في الفران، كلشي واجد كنخليهم في الفران باش يبقاو رطبين. بالنسبه للطياب ديال الدجاج ملي تبغيو تحمروا خص الفران يكون 250 درجه باش غير الجلده اللي تحمر ويبقى لكم الدجاج رطب من الداخل، باش الا نقصتوه راه غادي يجيكم كارم. هنا غندوز للديسير. الديسير غسلته كله في واحد البانيو، درت فيه واحد الغلاقه ديال الخل وغسلته كله وفرشت ليه واحد المنديل وخليته كيتسقطر. درت هنا الخوخ المدور، هاد النكتارين ولا هذا بيش بلا، درت هاد التفيفيحات اللي هما صغيورين حمرين، راه هذيك لقيت فيها شويه واحد التفوحيت غادي نقطعها نعمر بها. هنا عندي المشماش، وعندي هنا البرقوق الصفر، عندي هاد الكيوي البيض، الكيوي بالكو ديال البنان، عندي هكا السويهله ولا البطيخ، وعندي هاد العقيق هذا اللي هو لي ميغابيل، عندي سوريز والعنب الابيض، العنب هكا الكحل، كل شيء حتى سميت والديها. هنا عندي الاناناس اللي شديتها قسمتها على جوج، غسلتها طبعا نشفتها بواحد الزبيف، ضروري تغسلوا ليها حتى هاد الشعيرات ديالها ولا هاد الخضوريه ديالها تغسلوها، وكنشفها بالزيت باش ما تقطرش وكنخويها من الداخل. وهذاك الاناناس ديالها يعني داك الديسير ديالها كناخذو كنقطعو طريفات صغيورين باش نعاود نزيد عليه فواكه اخرى. لاحظوا هنا غنزيد عليه الكيوي، غنزيد البنان، غادي نزيد الخوخ وغنزيد التفاح، يعني اي ديسير بغيتو، السويهله حتى هي بغيتو ديروها، البطيخ، اي ديسير بغيتو ديروه. عندنا دوك باش كتعمروا هذيك الاناناس، اي ديسير عندكم تقدروا ديروه. مثلا كتلقى تبان لكم شي بنانه هكا هي الوجه ديالها في شي نقيطه كحله ولا شي تفاحه، بعض المرات كتكون مضروبه بالصندوقه ديال الخضره ولا ديال الديسير، هادوك هما اللي تقشروهم وديروهم لداخل باش تبقى عندكم غير الديسير اللي كيكون الوجه ديالو زويون وما مضروب ما والو. هي راها كلهم نفس الصندوقه، غير بعض المرات كتضرب شي وحده مع الصندوقه وكتبقى في هذاك الديفو ما كيمكنلكش تحطيه.
صافي هنا قشرت كاع الديسير اللي عندي بغيت ندخله لداخل: التفاح، الخوخ، الكيوي، البطيخ، الاناناس اللي فيها البنان. راه كيجي واحد الميلونج ديال بحال كتاكلوا ديك ماسيدونيا اللي كتكون فيها جميع لي فخوي. تقدروا ديروا لي سوغيز. هنا عندي واحد شويه ديال البطيخ حتى هو كنحيد ليه القشره ديالو، وديك الخضوريه حتى هي نحيد لان كتكون قاصحه شويه. كيبقى غير داك الهبره ديالها اللي كتكون رطبه رطبه رطبه. الخوخ حتى هو قشرته. قلت لكم كيف ما كان قد ما كان الخليط بزاف ديال انواع ديال الفواكه، قد ما كتجي هاد الماسيدونيا كتجي زوينه زوينه بزاف، وكتجي داك التخليطه ديال الدسير كتجي بنينه بزاف. كنقطع كل شيء وصافي غادي نعمر هذيك البينيه ديالتي. وطبعا ضروري ما نعصر عليها الحامض باش البنان، حتى عارفين نتوما البنان راه تيبدل اللون ديالو كيتوكسيدا. والتفاح حتى هو الا تعطلتو شويه كيولي اللون ديالو كيبدا يكحل. دونك كتاخذوا واحد النص ديال السيترون وتقطروه بلا ما ندير لا سكر لا والو. انا غير الديسير كيطلق ديك الحلاوه ديالو مع الحامض. صافي غير قطرات هكا. نحيد هاد العضيه ملي طاح ليا صافي ونحرك. كنحرك هكا الديسير باش يدخل الحامض فيهم كلهم. وصافي كنبدا نعمر في هاد النص ديال البينيا ولا الاناناس. كيجي المنظر ديالها زوين. هنايا اللي بغيت يعمرها بلا صالاد حتى هي انايا ما سجلتش معكم لا شلاضه لا سفه. درت هاد العراضات ديال واحد الصديقات ديالي والميمه ديالهم اللي عزازين عليا بزاف، والام ديالهم عزيزه عليا بزاف. فين ما كتجي للمغرب من المغرب كتجي عندهم كنعرض عليها، لان حتى هي تبارك الله فين كنمشي كتكبر بيا. وصحاباتي عزازات عليا بزاف، الله يخليهم ليا. دائما كنتشافوش بزاف، ولكن ملي كنتشافوا يعني كنتجمعوا في واحد الوقيته اللي نضحكوا مع بعضنا، وكان يعني عزازات عليا كنبغي نكبر بهم. صافي هنايا عمرت هكا هاد الاناناس، وكندير وسطو هاد السيبور هذا باش الفوق ندير هكا نيا ديسير واحد اخر. انا غير شاركت معكم داكشي اللي قدرت، لان يدي بوحدي ووجدت بزاف د الحوايج. يعني 4 دجاجات وجدتهم، عاود وجدت السفه ووجدت وعمرت ليها. عمرت البرقوق حتى هو باللوز، ودرت هذا شلاضه ديك ديال الجرده كبيره، ودرت فيه هذاك الزراع والروز. وتعرفوا داكشي فيه بزاف ديال الروينه. داكشي علاش ما قدرتش نسجل كل شيء. سجلت لكم غير الديسير وسجلت لكم غير الدجاج بالتغميره وصافي. لان ملي كيكون واحد يدو بوحدو ما يمكنلوش يبقى واقف بزاف السوايع، ما يمكنلوش يصور كل شيء. صافي هنايا درت هذاك السيبور، درت العنب الابيض والعنب الكحل الفوق، وبديت الوسط كنبدا ندير الخوخ. الحاجه اللي كثيره بزاف هي اللي كنسبقها نديرها. وصافي كنبدا ندوز هكا نيه في التفاح في الخوخ. هذا الخوخ هكا نيكتارين ولا بيش بلا. وكنبقى غادي وكندور وانا كنستف باش كل هذا الطبق يجي كله منوع، يجي كل اللي تحت قدامه انواع كلهم. يجيش واحد قدامه الخوخ البلا والاخر لا، ولا البرقوق لا. كل واحد يجي قدامه كل شيء. كندير مشماشه خوخه نوع من كل جهه باش الطبق كيف قلت لكم يجي كل واحد يلقى قدامه داكشي اللي بغى. صافي كنثبت هكا نيا الكيوي الخوخ البرقوق المشماش. وانا غادا كندور مع الطبق ديالي. هنايا زدت شويه ديال لي سوغيز الفوق لان ما لقيتش فين نديرهم. الطبق بدا كيعمر صافي ما بقيتش لقيت فين نحط. ومازال راني بدلت الطبق الاولاني ديال الالومنيوم اللي كيبان لك راه هو على يدي اليمين كنت غنديرو، ولكن راه ما هز ليا والو. وانا بغيت ندير كل شيء، يعني بغيت ندير كل الانواع اللي بغى ياكل شي حاجه ياكلها. هنا درت هاد لي ميغابير راه كيجيو واعرين بنانين غير بحال العقيق، وفيهم واحد اللذه كتهبل. هنا البنان ما بغيتش ندير بزاف، درت غير هكا شي حاجه قليله، غير غطيت بها هكا هذاك السيبور ديال العنب. ان الديسير اللي كيتكال بزاف هو البرقوق الخوخ المشماش
العنب بحال هادشي هو اللي كيتكال بزاف. اما البنار دائما كناكلو. صافي هنايا بقات ليا هاد نص ديال البطيخه، بغيت نقطع منها غير جوج جولات 4 ديال الطريفات، لان ديجا معمرت بها الخوخه. عفوا عمرت بها الاناناس. يعني جميع الدسر اللي كاين تما راه معمره به، مقطع اللي بغى هاكا بلا في الشيطه كتبقاي تاكليه، ولا بدوك لي كوردون اللي عندهم كتكون في معقيقه كتحطهم وكتبقى تاكلي هادوك الدسر مقطع ومنقي ساهل ماهل. صافي هادشي اللي كاين. الدسر ها هو قاديتو، جا المنظر ديالو زوين بزاف، كيشهي في العين اكثر من يعني بنادم ياكل بالعوينات اكثر من الكريشه. صافي ها هو كيف جا زوين بزاف، المنظر ديالو واعر. فيما كتبان لي شي بلاصه خاويه بحال هادي كنزيد فيها دوك لي ميغابير راهم كيحمقوا، ولقيتهم في المارشي بيو بنانات. فيما كنلقى شي بلايصه هكا كنزيد فيها دوك لي ميغابيل باش ما يجيش ليا الطبق خاوي، كيجي الطبق هماوي هكا نيه. وشحال من حاجه ما قدرتش نديرها لان ما بقاتش ليا لا بلاص. صافي قلت معليش نخليهم المره اخرى. جا الطبق زوين بزاف، منوع ملون، كيشهي. واخا ما بردوش ليا القلب ديالي، بغيتهم ياكلوا كتر ما كلاوش كتر. ايوا هادشي اللي كاين. شاركت معكم هاد الطبق بالنسبه للبنات هكا هي المبتدئات ملي كيبغيو يجيو عندهم الضيوف وكيقولوا اشنو غادي نديرو اشنو غادي نديرو. هكا فكره هذه بالنسبه للديسير، كيفاش كتستفيهم كيفاش كتقاديهم. هنا هذه ما بقاتش ليا فين نقطعها، كنت بغيت نقطعها ونحلها على في الوسط ديالها ونقطعها هكا هي كروات ونحطها في الوسط. بما لقاش ليا البلاصه قلت ماشي مشكل، راه كاين تبارك الله الديسير غير هذا يتكال. صافي هادشي اللي كاين. بقى لي دابا غير نوجد هكا نيا نحط طبق ديال الدجاج بالتغميره. انا الديسير ها هو كندخلو الفريكو يبرد صافي ونبدا ندوز للطبق الاولاني. بالنسبه للطبق صافي الدجاجات طابو، حيت ليهم هذوك الخويط الحازمه بهم الرجيلات وصافي نحط هكا نيا الزيتون. انا ما كنطيبوش مع المرقه باش يبقى يعطيش الحمروريه في المرقه ولا في التغميره نهائيا. الماكله اللي كيعرفوا الطيابات اللي كيعرفوا يطيبوا ما كيديروش الزيتون في المرقه، سينو كيمرر ليهم التغميره. صافي هنايا زوقته بهذا القشور ديال الحمضات الحميضات ولا هذوك اللي عمرت بهم ولا اللي شلطت بهم. كيجي المنظر زوين ديالو. نتمنى يكون عجبكم فيديو. الى اللقاء.